وهو وضوء كيف تتوضأ حتى يكون الأجر أكثر فأكثر فأكثر. الحق بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقلنا نحن وإياكم إلى هذا المكان الرائع والنسيب، وكما جاء في كتبنا وفي الروايات أن سيدي قال: نسم علينا الهوى من مفرق الوعد، يا هوى تخلي الهوى خذني على الارتماس. هذا هو الوضوء الارتماسي. وكما سنشرح لكم أنه غير الوضوء الذي نعرفه وهو الوضوء الترتيبي، اليدين ثم الوجه، لا، هذا يسمى الوضوء الارتماسي. كيف الوضوء الارتماسي؟ تبدأ من ها هنا، تغمس يدك هكذا أنا مش متعود على الوضوء من أصلا، هكذا. هذا وضوء ارتماسي. وهذه تفعل بقى يعني مطلع، يعني حراف. ثم الوجه كيف تفعل الوجه؟ يا الله استرنا، من أعلى إلى أسفل، مخرجة كم المهم أنا فعلت مكياج، خايف يبوظ المكياج علي، فالمعذرة منكم. هذا يسمى الوضوء الارتماس، من هنا إلى ها. نجربه على الله بالله. هكذا الوضوء الارتماسي من أعلى إلى أسفل. وأجره كمن حج واعتمر 17,857 مرة. نعم، هذا الوضوء الارتماسي. وإذا الاتصال، إذا كان عندكم أي اتصال، طبعا إذا جف جفافا هاما لاما ساما دورت لك فقيه كما جاء في اللهجة اليمنية. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك يا سيد معرجان؟ أهلا وسهلا. هناك سؤال. تفضل. ما هي مميزات الوضوء الارتماسي؟ مميزات الوضوء الارتماسي أنه الوضوء الارتماسي يعني مميزات أنه حسنات كذا قلنا لك يعادل 329 ألف اتصال. الوضوء الارتماسي يعادل 7,829 ألف وضوء. طيب إذا كان كذا يعني إيش يعني؟ يعني أنه بمثابة 8,927 وضوء. هل في هذا، هل تحس أن هذا ما هو شيء؟ ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا سيد معرجاني؟ من أين الاتصال؟ اتصال من اليمن. تفضل. الله يحفظك ويسترك. تفضل. أنا من محبيك ومحبي آل البيت. تفضل. هل علي وضوء؟ إذا كنت تحب آل البيت فلا وضوء لمن أحب. تجلس واضي، سبحان الله. إذا أحببتهم في مرحلة ما هو الحب الحقيقي، وهو أن تدفع الخمس وأن تدافع عنهم، هذا إذا كنت هكذا فلا وضوء عليك ولا. ومعنا اتصال. لحظة عظام ملحق للسؤال. تفضل. هل علي صلاة وأنا من محبيكم؟ قلنا لك لا وضوء. كيف عاد عليك الصلاة على رسول الله وعلى آله فقط. اللهم صل عليه وعلى آله. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا سيدي؟ أهلا وسهلا. عندي سؤال يا سيدي. تفضل. هل المجاهدين صلاة؟ قدوا مجاهد يا عاد تخليه يصلي دحين، يصلي ولا يقاتل. ومعنا اتصال. قال لك هل على المجاهدين. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ هناك وضوء آخر وهو الوضوء الاختلاسي. الاختلاسي أن تختلس يدك خلسا. قد بتتصل؟ أيوة. ايش قلت؟ قلنا ما هو الوضوء الخاص بآل البيت؟ آل البيت لا يوجد لديهم وضوء خاص، لأنهم عندما يلدون متوضؤون مختونون مكحلون، حتى إذا فسأ وضرد فهو واضع، يظل طول الوقت واضع حتى بدون وضوء. أهم شيء ينوي في نفسه، يقول نويت المهم.
فعندما ينوي يتوضأ طبيعي، ليس مثل الخلق، آل البيت غير الخلق الآخر. ومعنا اتصال آخر. ألو. الو. أهلا. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. مهرجاني. هناك وضوء للنساء. أنا أعرف سؤالك يا لا. إيش السؤال؟ السؤال ثاني. ما هو؟ بصراحة يعني أنا أحب الوضوء الارتماسي. بس أنا حامل ما أقدرش أتوضأ وأنزل وأطلع هكذا. قد قلنا لك وضوء ارتماسي على سب الطلعة والنزلة لا وفقش. وعلشان يا مهرجاني مش أتوضأ. أنت أنت لا أنت بالنسبة لك إذا تعرفين أحد من آل البيت. أيوة معي معارف خيرة. خلاص فأنت في الجنة وما تحتاجي وضوء، أنت عليش الغسل يا بس أنا أحبك يا مهرجاني. خلاص ومعنا اتصال. الو السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. انا بنتصل لك من اليمن. من اليمن، أعز وأفضل ناس. هل يجوز ان تتوضا وانت بتذكر آل البيت؟ نعم، إذا عندما تكون الوضوء قل باسم آل البيت توضأت وضوءا هاما لاما شانا، فيكون لك أجرها وأجر الصلاة حتى لو ما صليت. بس هل يجوز أنك تذكر آل البيت وأنت في الحمام؟ لا يجوز يا كم ايش اكون اخرج اذكرهم وارجع اغسل اليد وارجع اخرج ما هو؟ لا تتوضأ في داخل الحمام. وين اتوضأ في داخل في الحمام حق جاركم. على العموم نتكلم، أنت من اليمن. نعم. سندي لك حاجة ثانية أفضل. الآن إن شاء الله تحديث جديد لأهل اليمن، إن شاء الله سيعجبكم هذا التحديث. سنرجعكم إلى عهد الأئمة وإلى عهد المصافي. يعني المصافي والوضوء يسمى نتوضأ بالتقدير أو إيش؟ لا، أخذ السروال وجق جق 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 في وضوء في حوض واحد. كلنا ارجعوا لعهد الإمام، لأن هذا هدفه أن ترجعوا إلى عهد ما قبل 26 سبتمبر، وهو أهم شيء الوضوء الافتضاحي يسمى، أنك تتوضأ أنت و10 جنبك أقل شيء، كل ما يمتلي الحوض 10 يخرجوا يجوا ناس ثانيين. في هذا في عهد الحوثي التحديث الجديد. يعني ضروري 10 يكون نتوضأ. يجب أن تسمع الخك خك 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 خك. وإذا طلعت خك 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 وأنت بتظن إني حقك وهي حق لي جنبك. اشرب ماء يعني تماوص مباشرة حتى تعرف هي حقك ولا حق دي جنبك. طعم يعني. نعم، وستعرف إذا كانت لك أو كانت لغيرك. ومعنا اتصال. الو. السلام عليكم ومهرجاني. وعليكم السلام. أنا كنت معزومة بعروس وتماك وصلحك وجهي ببترة وكذا، بس اجى وقت الصلاة. مكياج يعني تمكيجتي. مكياج. هناك وضوء المكياجة. ايوه. يسمى وضوء المكياجي، يسمى الوضوء المكياجي، وهو جاء في الروايات: من تمكيجت وترنجت وتعنحجت وجاء وقت الصلاة وهي ايوه مفسخة فعليها الوضوء المكياجي. كيف؟ هكذا 3 مرات، ثم هكذا 3 مرات، نفش، ثم هكذا ثم ثم يا سلام هكذا. أنا فدالك والله إنك سهلك علي، الله يسهل عليك. نعم، وإذا كانت ستتأثر فاعملي هكذا. رأيتي؟ هذا يسمى المسحجاني، الوضوء المسحجاني كذا من بعيد لبعيد. نعم، ثم كذا وتمسكي حق وش هكذا، ثم تنظري حولك. تمام. الله يحفظك، الله يحفظك يا مهرجاني. مع سلامة الله يا حجة. حجة ايش اسمك؟ صفية. الله أنت تصطفين في الماء. مع السلامة. مع السلامة، الله يحفظك الرجال. منو هذا؟ لما تتصل يا برا بآخر الليل؟ أنا كنت أسأل الشيخ. منو الشيخ هذا؟ أهلا وسهلا. ما هو من معرجاني عرجوا بك حي جهنم يعرجوبي. أهلا وسهلا يا حاج. هي تتصل علشان المكياج تتمكيج لك. تتصل على هذا السفيه هذا الأهبال. عليك شحايب. هذا مشعوذ هذا لمن تتمكيجي يا لمن تتمكيجي لهذا الربح هذا ذي جنبك؟ والله ما ربح غيرك يا ربح يا وسخ. أصاش يصيبنا اللعنة. أقول لك هذا سيد. اللعنة عليك أنت وهو. دهرين جملة. والله لو ما إنني شزعل منك. خلاص لا وضوء عليش، لا أنت ولا هو، عليكم الله يدري. خلاص.
مع السلامة يا مخرج. الله لا يوفقكم. بدي يتصل احنا والاتصال هذا احنا وهذا الخبر احنا قلنا نتصل لكم ما في اتصال. لا تلطمها يا لا يجوز. على هذا السفيه بس هو مهرجاني. هذا يسمى الوضوء الملطماني.